في لاعب حريف وفي لاعب عادي وفي لاعب حريف قوي. تعال انا بقى اوريك الحريف قوي. بص هنا فالفيردي في نص الملعب استلم الكوره، حواليه كام لاعب؟ حواليه 4. سلم الكوره هنا من لمسه واحده، سلمها للاعب اللي قدامه وما وقفش مكانه. لو اي لاعب تاني اللي هو اللاعب الحريف هيسلمها كده، الراجل ده حريف سلم الكوره، انما هو كمل في الهجمه، كمل ووصل لحد 18 المنافس وبصاها للجناح الشمال. كده الراجل عمل اللي عليه، خلاص كده نقول عليه حريف قوي. تعالى بقى، استلم الكوره هوب كده، انت قول عليه حريف قوي 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 قوي. يعني شوف الراجل لو ما كملش في الهجمه كان هيبقى لعيب عادي مش حريف كمان. يا نهار ابيض يا جدعان، بص الاستلامه، بص التهويشه، وايه ده؟ ركنه معلم يا ابني، ايه ده يا ابني؟ ولا اجمد لاعب يجيب الهدف ده يا جدعان، مفيش بعد كده يعني. وهدف يدرس لكل لاعيبه نص الملعب. فالفيردي في السوبر برايم بتاعه جايب هاتريك في السيتي، واتفرج على الهدف ده من بدايته هتتمتع كده وتشوف يعني ايه لاعب نص ملعب، يعني ايه لاعب جوكر معاك في الفرقه، يعني ايه لاعب بيشوط بيمينه وبشماله. لو عجبك المحتوى يا صديقي ما تنساش تعمل لنا فولو وتصلي على النبي.